اهلا وسهلا، كيف بقيتو؟ كيف بقات الصحيحه؟ اختي توحشتكم. غيبت، ما عندي انستغرام، ما عندي حتى شي ريزو سوسيو اختي فين تطمئنوا عليا وفين نطمئن عليكم حتى انا ونخرج لكم اختي بشي ستوري ولا بشي بوست. والو اختي نخطا يوتيوب نموت ما تعرفوش. خديجه شنو طرا لها؟ توحشتكم البنات والله القسم، وعشركم مبروكه ان شاء الله تدخل عليكم الصحه والسلامه ونسبق لكم رمضان مبارك سعيد ان شاء الله، نبلغوا ليه باصح الصحه والحال لينا ولحبابنا واللي توفى له شي حد. الله يرحم امواتنا واموات المسلمين، اموات المسلمين اجمعين. غبرت لكم اختي 10 ايام هذه ما حطيت لكم حتى شي حاجه من اخر فيديو، كنت حطيت لكم تقريبا هذه جوج جمعات دابا. الصراحه البنات والله القسم كاينين بزاف د الامور اللي خلاوني امتنعت انني نصور، من بينهم هو انني البنات دوزت واحد، قلت لكم دوزت واحد المرضى البنات بزاف، وحتى الوليدات مرضوا بواحد كتعرفوا كيدوروا فيروسات دابا مع الوليدات. وتخيلوا حتى المرافقه ديال بنتي قالت لي بلي لا مويان كامله ما جاتش، يلا جوج بنيتات اللي جاو، يعني كلشي مريض كلشي ضاربوا هذا الفيروس الحمد لله. داكشي علاش البنات خليت وقيته غير ليا وليداتي، نقابل وليداتي كان عندهم دي كونترول كنمشي ندير لهم كونترول، كنقابل ليهم دواياتهم لي زونتيبيوتيك، الماكله صحيه، ينعسوا مزيان، وحتى انا نحاول نرتاح ونعس مزيان حتى نتشافاو كاملين الحمد لله. عاد حاولت نخرج عندكم طاقه زوينه، ودائما انا تنقول لكم كنحاول في قناتي دائما تكون طاقه زوينه، ما نشعل الكاميرا ونبقى غير هكا، لانه البنات ولا القسم البنات ما كنتش كنوض ندير شي حاجه، زعما كنوض ندير غير الواجبات. وفي الاخيره البنات مشيت جلست عند ماما باش هكا قابلتني قابلت الوليدات وداك الشيء، لانه زعما صراحه راه فاش كيكونوا عندك الوليدات مرض وانت مريضه راه كيجي صعيب الحال بزاف باش انك تقابلي هادشي راسك، وسورتو ما كيبغيو في ديك الوقيته اكل صحي هكا شربه، كيكون عندهم هكا الشهيه اللي هي قليله. والله يخلينا مواتنا وجميع المسلمين. هادشي اللي كاين، وزائد على ذلك البنات. والحاجه الثانيه البنات هي ان التفاعل مؤخرا في الفيديو تنقص بزاف، وانا كتشوفوا ان البنات كنضرب تمار على الروتين، وكنحاول دائما نخرج لكم بوصفات روتينات فيهم طاقه زوينه بزاف د الامور. صافي كنقول يمكن ما عندش متتبعات بزاف، ولا القناه ديالي عاوتاني بدات كتهبط وكيعزكزني وصافي. البنات كانت كنقول صافي يمكن ما نبقاش كاع ندير يوتيوب، صافي نحبس انا كاع من هادشي، ولكن عاوتاني كيبقاو يطلعوا لي تعاليق، كنبدا نشوف مشاركات جداد بشي حاجه، كنقول صافي خديجه انت اصلا كدير هادشي بحب. صافي خلي واخا يشوفوك غير 10 20 الناس ولاد المتابعات يكونوا كيبغيوك وكيتسناوك، وانا غادي نشوف شحال من وحده غتقول لي اختي تسنيناك وغبرتي علينا في هاد لا فيديو. ايوا البنات، الدار كنتم عارفين هاد العاصفه اللي شدات في المغرب، كانت الشتا بزاف، ومع كنت جالسه عند ماما وهذا الدار جيت لقيتها البنات واخا صراحه زعما خليتها نقيه، ولكن مع قبل مع المرض الوليدات وهذا، ومع داك الغبره اللي دخلت وداك الشيء، جيت لقيت الدار مكرفصه بالمعقوله البنات، ودرت لها التخميله ديال العواشر باش البنات ديك الساعه الا كنت غادي ندير شي سلو نديرو، الا كنت غادي نتقدى شي حاجه نتقداها، وغادي نهضر معكم في هذا الموضوع. بالنسبه للبنات انا ما غاديش سورتو البنات، انا خديت قرار. القرار شنو هو البنات؟ هو انهم ما غاديش نتقدى داك التقديه الجاهله ديال رمضان. كاينين فيهم بزاف ديال الاسباب. اول سبب البنات اللي هو نتوما عارفيني انا دايره ريجيم، فالبنات انا كنت دائما انا من النوع اللي كيغلظوا رمضان. علاش؟ لانه البنات كنكثر من داك لي فروماج، كنكثر من دوك لي بات البيتزا وداك الشيء البنات كيغلظ، وانتم عارفين هذا الشيء. فمن بين الاسباب اللي غادي يخليوني ما غاديش نتقدى داك التقديه اللي كنت يمكن شاركتها معكم العام اللي فات واللي دائما كنتقداها، هي انه الا شريت داك الشيء فانا غادي نخرج على الريجيم ديالي. وانا الحمد لله دابا 69 كيلو، فراكم عارفين البنات من 92 كيلو 69 كيلو نخرج على راسي في رمضان، فراه ماشي معقوله. وحيت حتى الراجل البنات ما عندوش مع شي داكشي د الفرomاج، ما عندكش لي بات، هو كيبغي هكا طويجين حريره هكا شي حاجه، صافي شي حاجه اللي بصح نستنفعوا منها. اما قوه المعجنات وقوه الفرomاج داكشي البنات غير كينفخ وماشي صحي كاع نهائيا. داكشي علاش البنات انا تقديتي غادي نحاول تكون سامبل وتكون صحيه بركه، غير طويجين. الا درت ندير مثلا معاه واحد شي حاجه واحد شهيوه وحيده مع حريره ولا بصاره ولا شي صوب ولا شي حاجه كويس اتاي والتميرات ضروري فقط. داك الجهاله البنات في الشريه، والانسان يبقى كيشري ويعرم، راه كيخرج غير على صحته. وهذا شهر العباده، بالعكس هذا الشهر هذا نحاولوا اننا نتقربوا فيه الله سبحانه وتعالى. واللي داير شي ريجيم يكون شهر رمضان يكون هو داك البوست اللي غادي يدفعها باش طيح اكثر ماشي باش تزيد. فانا البنات معروف عليا ما كيخرج رمضان حتى كتبان فيا الغلط بالمعقول. فالبنات نتوما عارفين ان رمضان ان شاء الله غادي يكون يمكن في 18 شهر، فما يمكن ليناش
المهم انايا البروغرام اللي دايره هو ان البنات ما غنتقدروش في الاول الشهر، غادي نبقى طبيعيه نتقدى تقضيتي العاديه، وان شاء الله فاش يبقى له داك اليومين و3 ايام عاد نمشي نتقدروا داك الحويجات اللي غادي يخصوني، الحويجات اللي هما برينسيبال في رمضان. ولكن البنات باش غنبقى نقول لكم نبقى نحط لكم في الفرماج ونحط لكم في خول الفرماج ونحط لكم في داك الجهاله، لا البنات هذا قرار واخداه ان شاء الله من دابا غادي نعيشوا، لانه الكرش باش ما عمرتيها كتشبع. ولكن البنات راه الا هلكناها وهلكنا صحتنا بقوه داك الفرامج وقوه داك المعجنات، ولا القسم وانا صراحه البنات فرحانه براسي انني طيحت 22 كيلو، فما يمكنليش البنات نخرج على راسي. هذا ما كان البنات، يعني غادي نحاول. كنت البنات بغيت نقاد هكا بزاف د المعجنات، نقاد مليويات مسيمات نحاول نكونجيليهم، قلبت لقيت داكشي ماشي صحي، وانا البنات ماشي خدامه، يعني ما تنخرجش من الصباح وانا في الخدمه، فان شاء الله منين غنوصل بنتي ليكول وانا فايقه، فداكشي نوض ندير خبيز، ندير مليويات، ندير شهيوات اللي يكونوا البنات طريين في ديك الوقت. فانا البنات اللي بغيت نقول للسيدات لانهم كيفكروا انهم يصاوبوا يكونجيليو، اللي خدامه فالله يحسن العوان من حقها دير داكشي ومن حقها حتى تشري داكشي واجد وتخبعه. اما السيدات بحالنا اللي مربات البيوت ما عندهمش واحد زعما واحد التوقيت اللي هو محدد، فمن الاحسن تنوضي كل نهار برزقوا البنات، صوبوا كل حاجه برزقها، تاكلوها وتكون فريش تكون طريه وتكون صحيه من الاحسن. فانا تا قلت لكم البنات خديت هذا القرار انني ما ندير حتى شي حاجه من غير البنات. كما شفتوا الفيديو اللي فاش شاركت معكم الفلفله الملونه قطعتها وكونجيليتها نزيد منها، نقدر البنات نقي الجليبينه، نقي الفول هكا نسلقو نديرو، نقدر البنات بحال هكا نجيب مطيشه ندير قريعه ديال صوص مطيشه كنت درتها البنات قبل ما نفتح معكم قناه عندي معتمده، كتجي غزاله البنات وكتستنفعي بها بزاف في لي صوص في لي بيتزا في بزاف د الامور. بحال هاد الامور هادو البنات متفقه معكم، ولكن زعما باش تبقاو هكاك المعجنات والملوي وداكشي البنات راه هو ماشي صحي كاع نهائيا. ونحاولوا نبدلوا عقليتنا، وماشي رمضان اللي جا يلقانا بنفس لا مونطاليتي بنفس العقليه بنفس التفكير. رمضان اللي جانا نفكروا البنات نمشيو نعمروا داكشي ونحطوه ونستوكيوه وما يخرج رمضان حتى يجينا الله يستر الكوليسترول ويجينا ونزيدوا واحد 10 كيلو. وبالنسبه للبنات الصفوف، فانا البنات الصفوف نتوما عارفين ما خاصنيش ناكل كميه اللي هي كبيره على قبل انه عامر بلي بروتين وفيه بزاف البنات هاد الحوايج يقدوا يغلضوني. داكشي علاش استشرت مع الزوج ديالي، هو غنقاد له تقريبا 2 كيلو ديال الصفوف، غنقادهم له هو ياكلهم غير هو الوليدات بحال هكا. اما انا البنات من الاحسن، لانه شوفوا البنات انا عارفه الجسم ديالي انه دغيا كيغلط، يعني الا عطيتو بزاف ديال الاكل اولا بزاف ديال الاكله اللي فيها بزاف د الحوايج كيغلطوا فانا غادي نغلط. داكشي علاش البنات انا كنحاول نبعد. بالنسبه للبنات بريوات الرغايف شبكيه هادشي نشريه لراجلي، عنده واحد السيده كتصوب داكشي دياري ما عمرها ما خطيتها لمده ديال 5 سنين في زواجي، دائما كنشري من عندها داكشي غزاله البنات. ان شاء الله لا بغيتو نخلي لكم النمره ديالها، كتصوب داكشي في دارها وداكشي ما نعاود لكمش البنات، نقا وداكشي غزال. راجلي كيبغي داكشي تسحر به، كيبغي داكشي يفطر به لانه عزيز عليه الحلاوه. اما اختكم غتكون طبيعيه. شوفوا البنات حبست معكم التصوير لانه كان عندي الشغل بزاف، كان عندي الحمامات، كان عندي السياق الدار سيقتها. شوفوا البنات منين بديت معكم الروتين من 11 ديال الصباح دابا راه 6 ديال العشيه اختكم وهي واقفه. قلبت البنات بيت النعاس لانه عندي الغموليه، جيت لقيت السطح بقوه الشتا اللي طاحت دار لي الغموليه الفوق، فقديته هكا حتى يجي راجل ديك الساعه نشوفوا شنو الحل اللي نديرو معاه، واش نعسو هنا واش. المهم داك الساعه يجي هو ويلقى معايا نلقاو الحل. لقيت البنات لي طابي غمالوا لي، لقيت الكوافوزات غيبداو يغمالوا لي، وديك البلاصه كتنعس الجهه فيها بنتي. داكشي علاش البنات كحلت الناموسيه رديتها دابا هكا الحيط مؤقتا حتى نشوف كيفاش ندير. المهم اختكم ضربات التماره، جففت سيقت غسلت الحمامات اعزكم والله. المهم درت التخميره ديال العواشر، ودابا ما تمنيتكم تشوفوا معايا الدار الريحه ديالها كيفاش دايره. دابا هنا البنات كنوريكم يدي تنفخوا كيزدحوها البنات. صافي مشيت رديت البنات على الحريره، تشهينا الحريره هكا في العشيه. مشيت البنات شوف تخيلوا الكوزينه قلبتها كامله جبدتها كامله، البلاكارات حتى هما جبدتهم، ستفت الغطران ستفت هذا. شفت داكشي اللي هادي خصني تقضيه ديال الشهر باش نعرف شو كان. هنا كنوريكم بلي التسيق راه مازال ما نشفش باش تعرفوني البنات راه عندي المصداقيه. قلت لكم البنات درت الكوزينه درت لها التخميره رمضان ما شاركتش معكم لانه والله البنات كنت واحله والوليدات وهادي وداكشي ماشي ديال التصوير ما غنصورش معكم فرحتي. جبدت البنات كنقول لك البلاكارات كاملين، دوك الغطران اللي كنت شاركت معكم دوك لي سيرفيس دو طابل اللي شريت
غسيت مشيت قاديتهم درتهم في بليصاتهم غسلت الماعن في الماكينه الماعن نفعاتني البنات والله العظيم الا نفعتني جبت كلشي البنات كنغسل وتنعاود نرد ونعاود نعمر التعميره الثانيه باش نرد كلشي نقي. درت البنات قديت دوك البواطات اللي غنشري منهم العطريه ان شاء الله باغا نشري شي عطريه ديال الحوت العطريه الدجاج كيجي داكشي في البريوات زوينين. المهم اختكم ضربت تماره داك الراحه اللي ارتحيت عند ماما واحد 3 ايام ولا البنت جيت حطيتها كامله فهاد اللي كيصوني عليا ما تنجاوبوش كلشي تخلع عليا. صافي البنات واحد اللقطه اللي حبست معكم حد البيت وليدات راه تما طفيت التليفون اختي وحزمت ونط كملت الشغل لانه راه كتعرفوا حنا السيدات ما كنبغيوش شي حاجه تنغشنا. فالتصويره البنات ما كانش يخليني نخدم في خاطري وانا الدار كانت بصح خاصني نكرمها. وانتم كتعرفوا ديك التخميله انا ما كنعتبرهاش العواشر. المهم انا درت لها تخميله وصافي. اما تخميله رمضان تخميله العواشر داكشي انا ما عنديش البنات. فوق ما احتاج الدار تكرم اختي تكرم. هادشي راكم شفتوني حيدت الغطا ديال الايفراي لاني درتها في الماكينه د الماعن كتغسل. جبت هادشي كامل غسلته ورديته البلاكارت كاملين داكشي هاد البلاصه القطنيه كامله حتى هي فيريفيتها وسيقت الدار. ها هي الماكينه راه الماكينه ديال الشعله الثالثه البنات اللي راني شعلاها ودابا درتها في جهه الطناجر لانه حشيت فيها الطناجر الكوكوطات. مهم راه نفعتني. الثلاجه كذلك البنات شديتها وغسلتها وشدت داكشي اللي باقي واللي خاصو يتلاح. المهم درت ليها تخميله خيتي وتمنيتك وكنشم الريحه ديال النقا في الدار. فرحت بعدين طيب شو حكيت وشو قالت لك لحتى وصلت لهالحاله؟ ما قدرنا نحكي. الصح انه انا ما قدرت احكي. فالبنات جيت اختي تخشيت في الملايه جبت ليهم درنا البنات الطوست بالفرماج وحليبه باش يديروا الكوتي وينعس غايتو شي شويه. حطيت انا جالسه كنتفرج اختي صافي عييت جنابي كله الا جنابي كلهم البنات كيزحوا ولكن او ميم طون فرحانه ان الدار تنقات وانني متاكده ان داري راه رجعت نقيه. هذا هو لا فيديو البنات نتمنى ان شاء الله تفاعلوا معاه ونشوفكم ان شاء الله مازال جاي بزاف ديال الفيديوهات غزالين وما تنساونيش من الاشتراك. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.